ده السويتش اهو اللي هو بيحول من الاوتوماتيك فوكس للمانوال فوكس والعكس. ظابطينه دلوقتي على المانوال فوكس عشان خاطر انا اللي هتحكم في موضوع الفوكس بتاع الصورة. انا دلوقتي عندي الاوبجكت بتاعي وعايز اعمل فوكس عليه. انا دلوقتي خلاص ظبطت الفوكس. لو عملت زوم كده شوية على الصورة تمام عشان خاطر اشوف اذا كان الاوبجكت اللي انا بصوره ده موجود فعلا في الفوكس ولا لا. تمام كده الكلمة واضحة تمام كده، يبقى الاوبجكت بتاعي موجود في الفوكس عادي مفيش فيه مشكلة. شايفين دلوقتي الخلفية بتاعتنا اللي هو الأوضة اللي فوق المبنى الكبير ده. أنا جايب بس الأوضة دي تعتبر أوت أوف فوكس، يعني لو حاولنا نبص عليها شوية كده الأوضة دي ما يعني مفيش فيها أي تفاصيل يعني واضحة بنفس الدرجة الأوبجكت بتاعنا طالع بيها. يعني شايفين الأوبجكت بتاعنا يعني يعتبر التفاصيل بتاعته شارب وواضح والكلمة حتى اللي مكتوب عليه واضحة، لكن الأوضة نفسها يعتبر يعني إيه بلورد خالص أو التفاصيل بتاعتها مش واضحة. ده نتيجة لأنها أوت أوف فوكس أو المنطقة اللي هي فيها بالنسبة للصورة مش داخلة في نفس الديبس اوف فيلد اللي موجود في الاوبجكت بتاعنا. انا لو عايز اعمل او لو عايز ادخل الاوضه دي او الخلفيه دي تبقى في الفوكس كمان بتاع الاوبجكت بتاعنا، يعني هي كمان تبقى التفاصيل بتاعتها واضحه. بعمل كده الويل اللي هي بتاعت المانوال فوكس بتاعي واحاول ان انا ادخلها برضو ايه اهو. احنا شفنا دلوقتي اهو يعني تعتبر التفاصيل بتاعتها ابتدت تبقى واضحه دلوقتي عندنا غير طبعا الصوره اللي فاتت. لكن المشكله اللي ظهرت عندي دلوقتي ان الاوبجكت بقى اللي انا بصوره هو اللي بقى اوت اوف فوكس. فانا كده دلوقتي يعني ايه محتار او يعني قدامي اتنين اوبشن، يا اما اخلي الاوبجكت بتاعي هو اللي يبقى ان فوكس زي دلوقتي بس الخلفيه هي اللي هتبقى اوت اوف فوكس زي ما احنا شايفين، يا اما الخلفيه هي اللي تبقى ان فوكس والاوبجكت بتاعي هو اللي يبقى اوت اوف فوكس. طب انا لو بصور في الحاله دي انا بتصرف ازاي او بعمل ايه؟ لما بنيجي احنا نصور السماء ومعاه مثلا فور جراوند وليكن مثلا شخص بتصور مع السماء او مبنى جبل مثلا، ودي يعني معظم الصور الفلكيه بتاعتنا بتبقى تاوية على الحاجات دي. انا بعمل ايه؟ بصور صورتين. اول صوره خالص اللي هو الاوبجكت بتاعي هو اللي بيبقى ان فوكس وبصوره بقى بالسيتنج مناسبه ليه عشان خاطر تفاصيله، عشان خاطر التفاصيل بتاعته تبقى واضحه بالسيتنج بقى بتاعته المناسبه ليه عشان خاطر التفاصيل بتاعته والاضاءه والالوان كل ده يبقى واضح عندي في الصوره بتاعته. وبعد كده بصور صوره تانية خالص من نفس المكان على نفس الترايبود اللي انا بستعمله بنفس الكاميرا بنفس العدسه بنفس كل حاجه، بس بظبط بقى الفوكس ساعتها على الخلفيه. زي مثلا لما نشوف دلوقتي اهو انا كده ظبطت الفوكس على الخلفيه. كده الخلفيه هي اللي تعتبر ان فوكس والفور جراوند اللي هو الفانوس يعتبر هو الاوت اوف فوكس. باخد بقى الصوره الثانيه عشان خاطر الخلفيه تبقى مناسبه اللي هي تعتبر السماء في الحاله دي، السماء بالنجوم باي حاجه موجوده في السماء، وبدمج او بعمل حاجه اسمها بليندنج ما بين الصوره الاولانيه والصوره الثانيه بحيث ان الصورة الاولانية تبقى فيها الارض والجبل او الارض والشخص اللي واقف عليها، والصورة التانية هي اللي تبقى فيها السماء بالنجوم اللي فيها بالمجرة اللي انا بصورها بالميلكي واي اللي انا بصورها بالستار تريلز ايا كان اللي انا بصوره ساعتها، وبدمج الاتنين مع بعض فبيطلعوا في صورة واحدة كل الصورة انفوكس وكل الصورة التفاصيل بتاعتها واضحة. في بقى حل تاني انا ممكن اقدر ان انا اعمله وهو حاجه اسمها الهايبر فوكال ديستانس. يعني ايه الهايبر فوكال ديستانس؟ في الصورة دي يعني بتوضح الكلام اللي أنا كنت قلته من شوية. في أول مثال خالص عندنا هنا أنا واقف بالكاميرا وعملت فوكس على الفور جراوند اللي هو الجسم ده، فالباك جراوند اللي هو الجبل هيبقى أوت اوف فوكس. إنما في المثال التاني لو عملت فوكس على الجبل الفور جراوند بتاعي أو الجسم اللي أنا بصوره هو اللي هيبقى أوت اوف فوكس. فأنا ممكن آخد الجسم بتاعي من الصورة الأولانية مع الجبل في الصورة التانية وأدمجهم مع بعض بحيث إن الصورة بتاعتي تبقى كويسة. طيب الهايبر فوكال ديستانس بقى هي دي عبارة عن ايه اللي هي المثال التالت ده؟ والله هي تعتبر المسافة اللي انا لو عملت عندها فوكس هيبقى الجسم اللي انا بصوره وكمان الجبل اللي هو الباك جراوند كل اللي موجود في المسافة دي هيبقى ان فوكس عندي وتبقى تفاصيله واضحة. تمام كده؟ يعني لو الهايبر فوكال ديستانس مثلا 10 متر انا احط اي جسم على بعد 10 متر مني واعمل عليه فوكس. اللي بيحصل عندي دلوقتي ان اي حاجه موجوده عند نص المسافه دي اللي هي عند مسافه 5 متر تمام لغايه الانفينيتي يعني لغايه السماء او لغايه الخط الافق كل ده هيبقى ان فوكس عندي. فدي ميزه قويه جدا جدا لموضوع الهايبر فوكال ديستانس.
وهي انها بتوفر عليا قصه ان انا اصور مثلا الفور جراوند لوحده والباك جراوند لوحده. لا، انا ممكن لو عرفت قيمه الهايبر فوكال ديستانس اعمل الفوكس عندها، فبتخلي لي بقى كل الحاجات اللي موجوده عندي من عند منتصف المسافه دي لغايه الانفينيتي، كل ده هيبقى ان فوكس معايا. لو انت ما قدرتش ان انت تظبط الهايبر فوكال ديستانس، بتضطر بقى ان انت تظبط المثال الاولاني خالص اللي احنا قلناه، ان انت تصور الفور جراوند لوحدها، او تصور يعني نفسك وانت على الارض كده صوره لوحدها وهي ان فوكس، وبعد كده تصور السماء صوره تانية خالص وهي ان فوكس، وبعد كده تدمج الاتنين مع بعض.